بقولك ايه، لو سبت خيالك يسرح كده في اللي كان ممكن يحصل في حياة يسوع واللي كان يقدر يعمله بس ما عملهوش، هتبتدي تتأمل الأمور وتشوفها بشكل تاني خالص. بس احنا مشكلتنا ان احنا لما بنتعود على الحكايات وبنسمعها هي 100 مرة بنفقدها القيمة اللي فيها، بدليل اننا عمرنا مثلا ما بنحاول نتخيل كان هيبقى ايه مصيرنا لو يسوع ما جالناش اصلا. طب كان ايه هيكون حجم الفدية لو ملناش فادي؟ فكر كده، مين كان ممكن يدفع الثمن اللي دفعه يسوع؟ محدش. يقول بولس الرسول كده: لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله. الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح. الله من محبته لينا رتب في خطته العظيمة يكون في تجسد ويكون في مصالحة ويكون في فدا ويكون في خلاص. حياة يسوع من أول تواضع الميلاد في المزود مرورا ببشاعة وقسوة موت الصليب وصولا لإبداع النهاية بالقيامة وبالقبر الفاضي، حكاية تستاهل التأمل والاحترام والشكر على كل تفصيلة فيها، علشان كان ممكن قوي يبقى في سيناريوهات تاني كتير غير مقابلة العدل والرحمة بالحكمة العجيبة دي عشان احنا نعيش في حرية. احتفل بالميلاد، بس وانت بتحتفل تخيل كده انه كان ممكن ما يحصلش. تخيل، هتحتفل اكتر.